هاد الكسرة المحشية كل ما نديرها تخلص في نهارها وفي دقيقتها. انا نطيب هما ياكلوا مزيان صحولي ودرت لكم بهم هاد الحبه 4 حبات درت لكم بهم فيديو. درناها غير بسميد 100%. كنتو طلبتوا مني ان نحضرها غير بسميد، لكن مستحيل اللي ياكلها ويذوقها يكذب انها مخدومه غير بسميد. تبان مخدومه بالفارينه تنموجات خفيفه خفيفه خفيفه. كي تاكليها تحسي روحك كي تاكلي في البيتزا تنموجات طريه وبنينه. حتى الحشوه راح نحضروها بدون لحوم وتجي معسله. واش نقول لكم، وراح ندير لكم بهاد العجينه زوج وصفات، يعني عصفورين بحجر واحد. تحضري بها وصفه اليوم وزيدي قلشي بها وليداتك وافراد العائله غد من داك ان شاء الله. راح تحتاجوها بزاف الايامات اللي جايين تاع الامتحانات. سجلوها وماكمش راح تندموا، راح تدعوا لي دعوه الخير على هاد الوصفه. ما تبخلونيش بالتعليقات طيبه محفزه، ونبداو على بركه الله وبسم الله. مرحبا بكم جميعا، ان شاء الله يلقاكم كامل الفيديو تاعي بخير وعلى خير. كنتو طلبتوا بزاف مني انه ندير معاكم كسره محشيه لكن بسميد 100%. لبيت لكم الطالب، وصدقوني يا البنات من جميع من يذوقها عندكم راح يكذب يقولكم درتوها بالفارينه تنمح تجي خفيفه خفيفه خفيفه. راح نحضرها تاني بدون لحوم وبمقادير مضبوطه بالكاس. بسم الله. في ريسيبيون تاع البيتران درت 5 كيسان سميد رطب. استعملت نوعيه الحمامه اللي متوفره عندي راهي جيده. درت من غرفه كبيره خميره الخبز، نص ملعقه كبيره ملح، وملعقه صغيره خميره الحلويات. نخلط كامل هاد النواشف ومن بعد نبداو نديرو هنايا ندير هنايا الزيت. عندي كاس غير ربع تاع الزيت، كيما تقدروا تخلطوا بين زيت زيتون وزيت عادي. كاس غير ربع تاع الزيت راح يعطي خفه لهذيك العجينه ديالنا. شوفوا كيفاش تبست يا البنات. تقدروا تقسموا الكميه على نص، ديروا 2 كيسان ونص تاع السميد. هنا بديت نطم فيها في الاول بالكاس حليب يكون دافي. ما كفانيش، رحت زدت رفدت كاس ماء وبديت نطم به العجين ديالي. شوفوا انا قعد لي منه غير ربع هذاك الكاس تاع الماء، قعد لي منه ربع. دوك نوريه لكم. تحصلوا العجينه تكون طريه هكا، تلصق شويه في اليد. هاي ليك تلصق شويه في اليد، معليش. دوك السميد نعرفوا السميد يشرب. وعلاش انا طريتها هكذا باش تجينا خفيفه العجينه تاعنا. كون ديروها يابسه حتجيكم يابسه بزاف، لازم طريوها شويه العجينه. خليتها شويه تلصق هكا في اليد، درت لها شويه زيت فيها تريح حوالي 10 دقائق ربع ساعه. يعني مع السخانه كي تكون سخانه ميم ما تخلوهاش تخمر. يعني انا ما دلكتهاش العجينه تاعي، طميتها فقط. دوك نوريها لكم. شوفوا كيفاش راهي مفرفشه، راهي طميتها فقط ما دلكتهاش. كيما تقدروا ديروها بنفس الطريقه بدون عجان. بالنسبه للتشكتوكه تاعي عادي كيما الموفا نديرها معكم تاع المحاجب نفسها، ماشي مختلفه. هنا حكمت البصل درتو في الاشواق، ما رحيتوش مليح جو دقدقتو فقط. هاي ليك. ودرت له حوالي 3 ملاعق كبار تاع الزيت ودرت له الملح ونخليه يدبل تماما حتى يدبل ويولي رايح لترونسبارون يعني شفاف. بعد ما دبل لي هذاك البصل شوفوا كيفاش ولا، راح نضيفوا له حبه كبيره تاع طوماطيش مرحيه. هاي ليك رحيتها تاني في الاشواخ. والتوابل عندي مغرفه كبيره عكري، مغرفه كبيره قزبر، توم مرحيه ما يعادل 6 سنين توم، ملعقه ممسوحه كبيره طماطم وصباره، ودرت ثاني شويه تاع الحار وفلفل الكحل ورشه تاع السكر. ونحركوها مليح ونزيدوا لها شويه تاع الماء ونخلوها طيب ونخلوها تبرد. هاي ليك العجينه تاعي يا البنات. شوفوا ما خليتهاش خمرت، خليتها ريحت. قلت لكم مقبل قلت لكم ما راحش نخليها تخمر، خليتها ريحت حوالي 10 دقائق ربع ساعه. شوفوا كيفاش ولات يا البنات. صدقوني ما دلكتها دلكه. قلت لكم كي يكون سميد شباب يلعب بزاف دور في يعني في الخدمه ديالو. راح نقسم العجينه تاعي على عده يعني خبزات، وراح ندير لكم بها واحد الوصفه يا البنات. قنبله تاع هذا الصيف. صدقوني يا ودي درت بها البوس في عائلتي. انا شكلت كامل هذوك الكسرات ديالي. نحكم ورق الطهي ونحط فيه القرصه تاعي ونرشها بشويه تاع الفارينه، ونحاول اني نحلها بسمك يكون رقيق من احسن. سورتو كي تكون تاع السميد رقوها وما تخافوش. كل مبتدئه تخاف ترققها ديرها فوق ورق الطهي كيما حنديرها معكم اليوم. عليك رققتها بسمك رقيق جدا، لانه راهي فيها خميره الخبز فيها خميره الحلويات. ما تخافيش رقيها وما تخافيش راح تجيك هايله. هنا ديك التكتوكه تاعي بعد ما طفيت عليها، هنا حنضيف لها شويه الحشيش خضر. انا نحب ندير لها حشيش، جربوها بزيدوا لها الحشيش وقولوا لي البنات تاعها روعه روعه روعه. ندير كميه من هذيك التكتوكه تاعنا في نص هذيك الدائره،
والطاجين تاعي راني مسخناته على نار قليله جدا، وندير شويه تاع الجبن مبشور. كيما تقدروا ديروا جبن طاري كيما حبيتوا، اللي كان متوفر عندكم. تقدروا ما ديروا والو كيما يديروها في المحلات، ديروا غير تكتوكه وصاي. ونغلق بهذه الطريقه، اسهل منها ما كاش. ونحاولوا انه نضغطوا مليح في الاطراف ونغلقوها مليح باش نضمنوا ما تفتحش معانا. ومع راهي مبسه، بسسناها كيما يلزم الحال، حتجيكم تهبل صدقوني يا البنات. نحطها مباشره في هذاك الطاجين تاعنا. قلت لكم ديروه على نار قليله باش طيب معكم الكسره، خاصه كي تكون تاع السميد تحب على نار قليله باش طيب حتى للداخل. هاي ليك معنا هنا سيت غلقتها مليح مليح في الاطراف. والطاجين تاعي دهنته بدهنه خفيفه تاع المارغرين هكا باش يجينا الوجه شباب. وكيما شفتوني رفتها بكل سهوله. والمبتدئه ترفدها مباشره، تحطها بالورق الطهي. كي تشوفها حكمت روحها تنحي داك ورق الطهي ونحطها من جهه هنايا. غير نشوفها دوك تشوفوها تبدا تخمر، يعني راح يضاعف الحجم ديالها، راح تتبنبن. ونقلبها معاكم. شوفوا كيفاش طابت يا البنات، حميمره ما شاء الله. تقدروا ديروا نفس الطريقه بالفارينه. نحاول اني كل مره ندورها ونحركها بعد نتاكد انها طابت من جهتين. نحاولوا انه طيبوها كامل على الحواف، ما تسيوش تخلوا العجينه هكاك تبان بيضه. حاولوا انكم طيبوها كامل صاير داير. وانا حن كيما نطيبهم كامل بنفس الطريقه ونقدمهم لكم في طبق تقديم، وروحوا شوفوا نتيجتها النهائيه اللي حتهبل يا البنات. هذا هو شكل الكسره محشيه بعد ما كملت الكميه اللي حنقدمها لافراد العائله. والكميه العجينه الاخرى حندير لكم بها وصفه هايله، غير انتظروني ما تراطيوهاش، متاكده راح تعجبكم 100%. انا راح نقسم معكم باش تشوفوا كيفاش جاتنا الكسره يا البنات. كاين اللي درت فيهم فرماج طاري، كاين اللي لا على حسب افراد العائله كيفاش يحبوها. شوفوا كيش تجي خفيفه يا البنات هذيك لاباط. ودوك نقرب لكم في الكاميرا، شوفوا بسم الله ما شاء الله يا البنات. تنمو جات رقيقه وخفيفه، ما راح تصدقي انه مخدومه بالسميد. يعني صراحه لازم عليكم تجربوها يا البنات وتاكدوا من كلامي. خاصه تكتوكه كي درناها بالحشيش وزيدوا لها الفرماج، وتقدروا ديروا لها تاني الدجاج ولا اللحم مرحي، راح تزيد تجيكم بنينه اكثر واكثر. هاي اللي درناها اقتصاديه، يعني ما تكلفش لي كامل، تقدروا ديروها ومتوفرين كامل المقادير في بيوتكم، وراح تعجب كبير وصغير صراحه. متأكدة يا البنات. نتمنى تكون عجبتكم ونالت رضاكم، وجربوها واعطوني رايكم في التعليقات. وما عليا نقول لكم غير انتظروني في وصفة واحدة اخرى. دمتم في رعاية الله وحفظه، مع السلامة ان شاء الله.